مطعم ينطيك بس صينية وثلاث مواعين، واخدم نفسك بنفسك زين. وهاي كانت فكرة مطعم نعيم بالحلة. لأن ننطي بهن 2 مرق وواحد تمن، والباقي عليك تختار 3 أكلات شرقية من اللي تحبها. هذا التقوير بالدهن الحار، وهذا الدجاج بالزعفران، هذا الدجاج محشي، هاي طريقة الموزة على الطريقة الكردية، وهذا الشيخ محشي. باع الجمال رجعها لتبرد. اليوم اصب لك احلى مرقة. عمار التبس بطريقتين، الطريقة العادية والطريقة العالمية. باع ايش كم مرقه موجودات؟ 6 انواع مرق موجود. هاي مرقة الباقلة تنكل ويا ثمن باقله داخل. باع الجمال كحلها عم البانيه رقم 1 عندنا. معشوقة الجماهير. باع الفاصوليا. سجاد عشق الفسنجون. باع جمال الفسنجون. تدري قليل يعرفوها؟ باع القليل. والخبز حار وتجيبها تخليها بصينيه هنا هيك هاي الطريقه وتقلبها هيك وهيك تشيلها. هيك تسوي لها تنفرش. هاي الخبزه اعز من الخبزه جوا الكباب، بس المنظر هذا متعب. هذا معون التمن اللي سويته، باقي لي 2 مرق. والمرقة اللي اختارتها هي الباقلة والفسنجون، بس بعدين هم اصروا ينزلون كل الاطباق حتى تجربها قدامكم. طق العظم بعد ماكو عظم ثاني طقها. احنا ترى عبرنا استاوي اللحم، وصلنا لاستاوي العظم. باوع اخذ لك هيك قطعه لحم من مرقه الباقله. انت سامع موردين اكيل. أيه. انا اليوم اكلك هنا. باع الجمال ما الذنب. باع الحشوه. باع اللحم. احكي لنا عن التبسي. اليوم انا موكلك تبسي عالمي. من يصدق ملتزم صار اسبوعين خرافي. انت خرافي. اليوم راح اوكلك الاكله النجفيه الاصليه. الفسنجون مرقه بس يدخل تكوينها الراشي. بيع حلاه. ايه شو هي الفسنجون؟ اللي يحب الطرشانه يحبها. ترى شبه الطرشان. لا اختلاف جذرة. هسه مرحله البانيه تحب تمن ابيض. عمار المواد من تنخبط واحده ويا الثانيه تعطي خاصيه ثالثه يا حبيبي. عمار برازيلي 87 موديله خلي لك. اليوم كنت يوم مطعم نعيم للاكلات الشرقية، شارع مقام رد الشمس قرب تقاطع باب الحسين.